السلام عليكم. النهارده هنعمل فيديو سريع كده، او مش سريع، ممكن نطول شويه على حسب ظروف الكلام. في السفر. طبعا انا سافرت الكويت فتره كبيره، وتجربتي في الكويت في ناس كتير طلبتها او عايزه تعرف ازاي يعني. طبعا سفر الكويت كويس الى حد ما يعني، نقله حلوه في حياه البني ادم. و بس عايز شروط معينه في الشخصيه اللي هيسافر. اولا الكويت دوله كويسه جدا، دخل الانسان فيها بيبقى عالي بيبقى، بس هي عايزه ايه؟ عايزه انسان ملتزم، مش بتاع مشاكل، مش يبعد عن الحرام، يبعد عن اللهو، يعني يبقى راجل. لهو الشباب ده واللعب ومش عارف ايه، يشيل ده كليته قبل ما يسافر. لو عملت كده ان شاء الله باذن الله هيكون ظروفك حلوه هناك، وهتبقى كويس وهتشتغل وهتكسب وهيساعدوك وهم ناس بني ادمين بيحبوا الانسان اللي عايز ياكل عيش، اللي عايز يعيش معاهم بيرحبوا بيه جدا، طالما بعيد عن المشاكل وبعيد عن يعني الخيابه بتاعت الشباب واللعب ده ومش عارف ايه وبتاع. طالما انت بعيد عن القصص ديت فانت بتبقى يعني. طبعا انت كلمه خيابه دي فيها حاجات كتير انتوا عارفينها. اهم حاجه تبعد عنها الاشياء الخارجه عن القانون، الحاجات ديت. طالما انت عايز تبقى راجل وتبقى شغال كويس وكده، هيرحبوا بيك وهيشغلوك وهيساعدوك انك تاكل عيش. اما لو حبيت اللعب والله خليك هنا احسن. دي اول حاجه. تاني حاجه الكويت عشان تسافر لازم تسافر عن طريق واحد كويس مضمون، قريبك صاحبك، يبقى يوفر لك عدم ممانعه الى حد ما يكونش فيها نصب، ما يكونش فيها لعب كتير، ما يكونش فيها. طبعا عدم الممانعه لو بتجي لك ان شاء الله على حسب الانسان اللي هيجيبها لك، بايا كان شروطك معاه. طبعا انت بتتحقق منها من هنا طبعا بتكشف ليك لهم كشوفات وتحاليل معينه بتروح تعملها في القاهره، اللي هي على الفيروس وعلى الامراض المعديه، تحليل دم كامل، صوره دم كامله، يعني خالي من الامراض المعديه عامه يعني. اشعه صدر، ده كله انت بتتاكد منه قبل ما تحاول او تمشي في سكه انك انت عايز تجيب فيزا او عايز تجيب عدم ممانعه. بعد كده طبعا انت لا برضو لازم تكون سنك عديت ال 21 سنه. بتيجي لك عدم المنع عن طريق الانسان اللي هيجيبها لك، اذا كان هيشوف لك شغل ولا هيشوف لك. لازم تكون انت يعني مظبط معاه من قبل ما تسافر ان شاء الله على ايه فرصك هناك، وعلى انت تشتغل ايه وانت ظروفك ايه وكده يعني. يعني عشان ايه برضو ما تروحش وتتعب هناك وما تشتغلش ويا ريت يفضل مثلا لو انت معاك صنعة تبقى احسن واحسن. تبقى مدرس، تبقى مهندس، تبقى دكتور، تبقى الحاجات دي كلها بيلاقي شغل هناك الحمد لله. وحتى لو شباب وعايز تشتغل في مطعم، تشتغل في قهوة، تشتغل في حتت كتيرة جدا جدا، الشغل هناك متوفر إلى حد ما يعني، إلى ما شاء الله الشغل في الكويت متوفر. يعني بالنسبة لأنك أنت تروح و... وتشتغل إن شاء الله بتحصل الشغل بإذن الله. آسف على وبعد كده أنت طبعا بتحلل هنا وتكشف وتعمل اشاعاتك كل شيء، وتبعت الورق ده كليته بيمشي عن طريق وبتروح تحجز وبتسافر، وبالورق كله بيروح هناك معاك ان شاء الله. هناك برضو في خلال شهر بتكون كاشف ومحلل برضو تاني وعامل اشاعة جديدة غير اللي في مصر، وبتشتغل وبتستلم شغلك هناك ان شاء الله على حسب الانسان اللي واخدك، هو بيدبر لك الشغل او بيشوف واحد صاحبك او كده، وبتشتغل وبتلتزم وان شاء الله ظروفك بتبقى حلوه. واي استفسارات هعمل فيديو تاني مطول وفي حاجات لاي حد عايز يسأل عن اي حاجه.
فانا موجود. وهقول بقى على ايه، كيفية الشغل هناك، والجو عامل ايه، والظروف الناس ايه، وانت عشان تعيش في دولة زي ديت ايه اللي بيلزمك، وطبعا السكن والحاجات التفاصيل الصغيرة ان شاء الله بنتكلم فيها في فيديو تاني بإذن الله. بس الفيديو ده عشان ايه، اعرفك انك الفيزا بتيجي ازاي. تيجي عن طريق واحد صاحبك مضمون 100%. إيه، بتروح على واحد برضو كفيل كويس، بيكون برضو راجل مضمون وراجل كويس وراجل في خير ان شاء الله. هم اغلب الكويت والله فيهم خير، الكويتيين كلهم يعني، اللي احنا شفناهم. انا قعدت اكتر من 26 سنه هناك، كل الناس هناك مش فيش واحد ما بيحبش الخير للناس. كل ناس مسلمه وناس كويسه وناس محترمه. بعد كده في الشغل، انت طبعا طالما انت ملتزم بشغلك وملتزم بهدوءك مع الناس ومعاملتك الحلوه، كل الناس بتقبلك، سواء كان مصريين او جنسيات تانية. هناك في طبعا الكويت مليانة جنسيات كتيرة جدا جدا، جنسيات مختلفة. ان شاء الله برضو بتتعامل معاهم كويس. اهم حاجة في الكويت انك انت تتعامل معاملة كويسة مع الناس، معاملة بني ادمين. طالما انت بتتعامل معاملة بني ادمين ان شاء الله بتلاقي ظروفك كلها حلوة، وتلاقي الناس كلها بتساعدك وبتكسب وبتشتغل وبترجع ان شاء الله مجبور الخاطر وربحان، والدنيا حلوة معاك ان شاء الله. وطبعا هعمل فيديو تاني وتالت، واللي انتوا عايزينه ان شاء الله تسألوني عليه في الكومنتات، وانا ان شاء الله اجاوب لكم على كل اللي انتوا عايزينه. والسلام عليكم.